مش اي حد يقول لكم دي كبده اسكندراني تبقى كبده اسكندراني. يلا اقول لكم على طريقتي في عمل الكبده الاسكندراني على طريقه عربيات الكبده. ومبدئيا كده الكبده الاسكندراني ما بيتحط لهاش بصل ولا بيتحط لها فلفل الوان ولا طماطم ولا اي حاجه من اللي بنشوفها دي. وكمان كبده العربيات بيتحط لها زيت كتير، وده علشان الكبده ما تنشفش. وكده كده هما بيشيلوا الكبده من الزيت وبيتحط مكانها كبده تانية. فانا هحط كميه كويسه كده من الزيت، وحطيت عليها بعد كده كميه من الفلفل. المفروض ان نص كيلو الكبدة بياخد قصاده نص كيلو فلفل اخضر، ميكس ما بين الحار وما بين البارد. لو انتوا حابين تخلوا الكمية كلها حامي براحتكم على حسب قدرتكم، بس انا هحط نص ونص. والحقيقة انا برضو ما حطيتش نص كيلو فلفل، انا حطيت اقل منه بشوية. انا بقول لكم على اللي بيحصل على عربيات الكبده، اللي حابب ينفذ بنفس الطريقه بالظبط. وكمان انا شلت شويه من الفلفل البارد على جنب، هقول لكم هنعمل بيه ايه بعدين. المهم بعد ما قلبت الفلفل تقليبه حلوه كده، نزلت عليه بمعلقه من الثوم المفروم وهقلبها معاه. بس نشم ريحه الثوم هنضيف عليها حوالي نص فنجان من الخل. هيبدا الخل معانا يغلي، في الوقت ده هننزل بالكبده المتقطعه. هوزعها في الطاسة بس مش هقلبها غير بعد دقيقتين. هبدأ اقلب فيها مع الفلفل، والتقليب ما يكونش مبالغ فيه لحد ما تستوي معايا الكبدة. بعد كده هضيف التوابل اخر حاجة، وهي ملح ومعلقة كبيرة من الكزبرة ومعلقة كمان من الكمون، ومن عندي انا رشة من القرفة ورشة من البابريكا الحلوة. ما بنحطش فلفل اسود لان الفلفل الاسود بيغمقها، والبطل والاهم في التوابل دي كلها هي الكزبره الناشفه. هقلب الكبده مع التوابل، وبعدين هحط شويه الفلفل اللي كنت ركنتهم على جنب علشان عايزاهم يصحصحوا معايا كده الكبده ويدوا شكل حلو ويبقى فيهم قرشه. وبس كده الكبدة بقت جاهزة معايا. نجيب بقى رغيف الفينو او العيش البلدي زي ما بتحبه، ونحط جواه الكبدة، ونسقسق الرغيف كده بشوية من الصوص اللي فيه البهاريز بتاعة الكبدة والثوم والبهارات. وهو ده سر من اسرار ساندوتش الكبدة بتاع العربيات اللي بيتاكل على قطمتين. ونحط كمان عصرة ليمونة بقى ومعلقة من الطحينة، وده احلى ساندوتش كبدة اسكندراني هتجربوه عن ثقة. وعلشان الناس اللي ممكن تعلق على كمية الزيت، انا بحبها كده وما عنديش مشكلة فيها. انتوا لو حابين تقللوها عن كده براحتكم، بس حاولوا تحافظوا على الكبدة عشان ما تنشفش معاكم. وبس كده، يا رب الوصفة تكون عجبتكم. انا سارة هلال، جربوها وقولوا لي رأيكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني.